ريادة الأعمال ماشي معناها أنه لازم تكون عندك شركة كبيرة ولا رأس مال كبير ولا فكرة عبقرية من البداية. ريادة الأعمال ببساطة هي أنك تتحملي مسؤولية حياتك المادية والمهنية، وتبداي تحوسي على طرق باش تبني دخل ولا مشروع خاص بيك، حتى ولو بإمكانيات بسيطة. يعني بدل ما تبقاي غير تستناي الفرص باش تجيك، أنت تخلقي الفرصة بيدك. بزاف من الناس كي يسمعوا ريادة أعمال يقولوا لازم دراهم بزاف، ولا لازم فكرة ما جاتش من قبل، ولا لازم خبرة لسنوات طويلة. لكن الحقيقة مختلفة تماما. أغلب الناجحين بداوا من صفر خبرة، إمكانيات جد بسيطة وخوف كبير في البداية. لكن الفرق بينهم وبين الآخرين هو أنهم بداوا. يعني أهم شيء أنه تنطلقي. الخوف هو أكبر عدو لريادة الأعمال، ومن أهم الأسباب تاوعو الخوف من الفشل، الخوف من كلام الناس، الخوف من خسارة الوقت ولا المال، وعدم الثقة في النفس. لكن لازم نفهم حاجة مهمة: الفشل ماشي نهاية، الفشل هو جزء من التعلم. كل شخص ناجح اليوم مر من مراحل شك وخوف وأخطاء. إذا راكي تفكري تبداي، أسمعي هذه الخطوات البسيطة. أول حاجة، تعلمي. ما لازمش تعرفي كلش من البداية، لكن لازم تبداي تتعلمي كل يوم ولو معلومة صغيرة. ثاني حاجة، أبداي بخطوة صغيرة. ما تستنيش الظروف المثالية، لأنه ما كانش ظرف مثالي. أبداي بالحاجة اللي عندك: هاتف، وقت، وشغف. ثالث حاجة، طبقي كل شيء تتعلميه. يعني التعلم وحده ما يكفيش، لازم تطبيق. حتى ولو غلطتي عادي جدا، راكي تتعلمي. رابع حاجة، كوني صبورة، لأنه النتائج ما تجيش في يوم ولا أسبوع. ريادة الأعمال تحتاج وقت وتحتاج استمرارية. باش تنجحي في أي مشروع لازم تطوري روحك. أول حاجة في التواصل مع الناس، في التسويق، في الثقة في النفس، في إدارة الوقت، وفي التعلم المستمر. هذه المهارات أهم من الفكرة بحد ذاتها. وش هو الواقع الحقيقي لريادة الأعمال؟ خلينا نكون واضحين. ريادة الأعمال ماشي طريق سهل. كاين أيام تكوني فيها متحمسة، وكاين أيام تحسي فيها بالإحباط. لكن الفرق بين الناجح واللي يستسلم هو الاستمرارية. اللي يكمل رغم الصعوبات هو اللي يوصل. ريادة الأعمال تبدأ من العقل قبل أي شيء. لازم تغيري طريقة تفكيرك. يعني بدل ما تقولي ما نقدرش، حوسي كيفاش تقدري. بدل ما تقولي صعيب، قولي نقدر نتعلم. بدل ما تقولي ما عنديش، قولي نبدأ بالشي اللي عندي ولو قليل. العقلية الإيجابية هي اللي تصنع الفرق الكبير. وما تستنيش البداية الكبيرة. كل شيء كبير يبدأ صغير. يعني أي مشروع ناجح اليوم كان في البداية مجرد فكرة بسيطة وتجربة صغيرة. يعني إذا كنت حاسة روحك محتارة ولا خايفة ولا ما تعرفيش منين تبداي، أعرفي أنه هذا الشيء طبيعي جدا. لكن أهم قرار تقدري تاخذيه اليوم هو أنك تبداي، حتى ولو بخطوة صغيرة جدا، لأنك ما رايحاش توصلي إذا ما بديتيش. في النهاية حابة نقولكم باللي ريادة الأعمال ماشي غير مشروع ولا دراهم، هي رحلة تطوير ذات، صبر، وتعلم مستمر. إذا عندك حلم ما تخليش يبقى فكرة وفقط. ابدأي اليوم وخلي الطريق يعلمك وين توصلي إن شاء الله.